مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي معنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. بارك الله فيك يا عمر، لقد أسعدتني اليوم وفرحت فرحتين: فرحة أنك دعوتني لأرى ولدي عالماً في الدين، والفرحة الثانية أنك فزت بالمركز الأول. لولا فضل الله ثم توجيهك ما كنت في المسابقة وما فزت بالمركز الأول يا أبي، وشكراً لك لأنك سافرت معي كل هذه المسافة لأحضر المسابقة. العفو يا بني، والحمد لله الذي أنبتك نباتاً حسناً. أطال الله عمرك يا أبي على طاعته. إخوانك في انتظارك، وقد أبلغتهم بما حدث، وهم الآن يحضرون لك مفاجأة. أنا أحب المفاجآت يا أبي، هيا بنا فلتسرع قليلاً. لا تقلق، المفاجأة ستنتظرنا مهما تأخرنا عليها. كنت أراك تبحث عن تلك الساعة فاشتريتها لك يا أخي، وانتظرت حصولك على المركز الأول لأعطيها لك. وماذا لو كنت حصلت على المركز الأخير؟ كنت سأعطيها لك أيضاً، فقد اشتريتها في كل الأحوال. شكراً لك يا يوسف. تفضل. قميص جديد؟ هل أنت معترض على هديتي؟ بالطبع لا. تفضل يا عمر. ما هذا يا زينة؟ الهاتف الذي كنت أود شراءه ولكنه باهظ الثمن. لا شيء غال على أخي الصغير، أما أنا وأبوك فهديتنا لك أننا سنأخذكم جميعاً في رحلة ترفيهية لمدة أسبوع. لا أعرف كيف أشكركم. عمر، هل من الممكن أن ترياني الشهادة التي حصلت عليها؟ حسناً، لقد كانت هنا. لعلك نسيتها في السيارة. ربما سأذهب لإحضارها. انتظر، سآتي معك. أين شهادتي؟ أين شهادتي؟ لقد بحثنا مرات عديدة ولا أثر لها يا عمر. هل أنت متأكد أنك أحضرتها إلى هنا؟ بالطبع، لقد كانت بيدي في السيارة وأنا أتحدث إلى أبي. لعلها سقطت منك بعد أن ترجلت من السيارة. نعم، ولكن لا أثر لها أيضاً. يبدو أن الرياح أضاعتها. لا تحزن يا عمر، سنجدها. هل وجدتموها يا يوسف؟ لا، للأسف يا أبي، بحثنا كثيراً ولم نجدها. عمر لم يخرج من غرفته اليوم إلا للصلاة، ثم يعاود الدخول. علينا أن نهون عليه. حاولت مراراً أن أتحدث معه ولكنه يرفض الحديث، حتى حاولت المزاح معه فأخرجها من غرفته وأخبرها أنه يريد أن يبقى وحده. حتى أبي حاول التهوين عليه فطلب منه أن يخرج في نزهة، فقال له إنه متعب اليوم ولا يريد التنزه. وأخيراً قررنا أن نتصل بمكتوب ليتدخل في الأمر، وهو عنده في غرفته الآن. حسناً، سأتدخل أنا ولن أتحرك من أمام غرفته حتى أتحدث معه. لما سمحت لها بالدخول يا مكتوب؟ لقد ألحت علي كثيراً يا عمر. أريد استشارتك يا عمر، لكونك فزت بالمركز الأول في مسابقة العالم الصغير. هل لو أعطت لي صديقتي فستاناً لأستخدمه كما أشاء، ولكنها أبلغتني أنها ستعود لي في أي وقت وتأخذه مني، فهل عندما تأخذه مني يحق لي أن أحزن؟ بالطبع لا.
حسناً، لم تحزن وقد أخذ الله منك ما أعطاه لك؟ صدقت يا زينة. لم تهمهم يا مكتوب؟ أضحك لأن ما يحدث الآن يذكرني بقصة المرأة التي وعظت العالم. ماذا تنتظر؟ هيا أخبرنا بها. حسناً، روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة، وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به، فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه، وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك. فقالت: إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حلياً، فكنت ألبسه وأعيره زماناً، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زماناً. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاركيه زماناً. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله، ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها: لله ما أعطى ولله ما أخذ. في هذه القصة قيمة أيضا، وهي أن الفقه والعلم قدر مشترك بين الرجال والنساء، وليس حرج على المرأة في تفقيه الناس وتعليمهم إذا أمنت على نفسها الأذى والوقوع فيما حرم الله عليها. أحسنت يا عمر. تعال يا عمر، لقد وجدت الشهادة يا بني. ماذا؟ انتظراني، لا تتركاني وحدي، فأنا لا أحب البقاء وحيداً. ما رأيك بأن نلعب سوياً يا مكتوب؟ لا. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي معنا كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.